بيبدأ فيلم النهارده بمجموعة شباب وكانوا طالعين رحلة على البرازيل، وما كانش كل الموجودين عارفين بعض، وبنلاحظ ان السواق كان متهور والشباب ما كانش عاجبهم سواقته، وكان واحد منهم بيقول احنا كده هنروح على المستشفى ومش هنروح على البرازيل، وبيقولوا انهم وهم راجعين هيركبوا طيارة ومش هيكرروا تاني الرحلة بالاتوبيس. وبيظهر واحد وصاحبته وكانوا راكبين سكوتر، والسواق كان عايز يعدي منهم بأي طريقة، وبيزود السرعة في الملف وبيعدي، وبيتفاجئ بسياح قدامه وبيحاول يفاديهم، وبتفلت منه عجلة القيادة والاتوبيس هيتقلب، وابتدوا الركاب ينزلوا بسرعة وحصل ذعر، والكل بينط قبل ما الاتوبيس يقع، وبينزلوا كلهم فعلا وبيفضل السواق بس، ولحق نفسه على اخر لحظة والاتوبيس اتقلب ووقع من على التبة العالية، وكانوا كلهم مذهولين ومش مصدقين اللي حصل، وبينزلوا عند الاتوبيس عشان ياخدوا الشنط بتاعتهم وابتدوا يتعرفوا على بعض. وكان في ولد اسمه أليكس وبنت اسمها برو، وكانوا بيتكلموا ان اول اتوبيس هيوصل المكان بعد 10 ساعات، وقعدوا فعلا يستنوا الاتوبيس التاني، وبتروح بنت تصور ولد صغير وبيجي ابوه بيزعق معاها وكان عايز ياخد منها الكاميرا، وبيتدخلوا الصحاب وبيحلوا المشكله، وواحده منهم بتقول سرقه الاعضاء منتشره والاب خايف على ابنه وعشان كده هما بيخافوا من السياح. وبعد شويه بيظهر بنتين ومعاهم مشروب، وبيعرفوا ان في مكان قريب على البحر وفي كافيهات، وبيقرروا يروحوا يضيعوا وقت هناك لحد ما الاتوبيس يجي، وبالفعل مشوا زي ما البنات قالوا لهم، وبتظهر الميه فعلا، وما كانوش مصدقين وفرحانين قوي وجريوا على الشط، وابتدوا يغيروا هدومهم عشان ينزلوا الميه، وكان في ناس تانيين هناك برضه، ونزلوا فعلا وكانوا مبسوطين قوي ومستمتعين. وبعد شويه طلعوا على البار عشان يشربوا حاجه، واللي كانوا شغالين كانوا بنات واتعرفوا عليهم، وبيوصل واحد ومعاه صاحبته وكانوا جايين من السويد في رحله على الموتوسيكل، وفي مكان تاني قريب وكان في دكتور وبيكشف على اولاد الصغيرين، وبيجيله تليفون من البنت اللي شغاله على الشط وبتقوله في ناس غريبه كتير النهارده، ودي هديه صغيره مني واعتبرهم بتوعك. وبيجي ولد اسمر وبيتعرف على برو وبيقول لها ان هو ساكن في قريه قريبه من هنا، وبيجي أليكس كمان وبيتعرفوا على بعض وكان اسمه كيكو، وبيتعرف على باقي الصحاب. وفي كوخ قريب منهم بنشوف راجل وست والدكتور بيروح عندهم وبيقول لهم عندنا شغل كتير، وكانت البنت بتقوله انها مش عايزه تشتغل، وبيدخل الليل على الشط وكانوا كلهم بيشربوا وبيرقصوا، وكان واحد منهم معجب بالبنت اللي شغاله على البار وبيروح وبيتعرف عليها وبتاخده وبتدخل بيه على اوضه جوه، وبعد شويه بتفتح محفظته وبتاخد منها فلوس، والولد كان متضايق. وشويه كمان وبنلاحظ ان الموجودين ابتدوا يدوخوا ويروحوا في النوم، وكان الموضوع ده ابتدى يحصل معاهم كلهم وزي ما يكونوا اتخدروا، وبيطلع الصبح وكانوا كلهم مرميين على الشط ومش حاسين بحاجه، وابتدوا يفوقوا وعرفوا ان كل حاجاتهم اتسرقت، التليفونات والشنط وجوازات السفر، وعرفوا ان المشروب كان فيه مخدر. وبنشوف ان في ناس خطفوا الولد والبنت بتوع السويد ورابطينهم ومعلقينهم، وكان بيحاول الولد يفك الحبل بتاعه هو وصاحبته، وهربت البنت فعلا وضربوا الولد وطلعوا يجروا وراها وبتقع من فوق التبه العاليه، وكان الصحاب راجعين من على الشط ومش عارفين رايحين على فين، وبيوصلوا على قريه والموجودين ما كانوش فاهمين لغتهم، وكانوا عايزين يروحوا على اسم شرطه يبلغوا، وكانوا خايفين جدا، وبيشوفوا الموتوسيكل بتاع الولد وشافوا طفل صغير لابس طاقية أليكس وطلعوا يجروا وراه، وجريوا منهم الأطفال وجاك ضرب الولد بطوبة، وبيتلموا الناس عليهم وعايزين يضربوهم، وبيوصل صاحبهم كيكو بيخلصهم من الناس وبياخدهم ويمشي، ولما سألوه عن الشرطة فهمهم ان المكان ده مفيش فيه شرطة وان الناس هنا مش كويسين، وقال لهم ان ابو الولد اللي اتضرب مجرم ومش هيسيبهم، وفهمهم ان هو هياخدهم على بيت عمه في الغابة عشان يستخبوا لحد ما الاتوبيس يجي، وكان الاتوبيس اللي هيوصل بعد كده بعد يومين، ووافقوا طبعا ومشوا معاه. وبنعرف ان الولد والبنت بتوع السويد خلاص ماتوا، وبنشوف صور الصحابة على تليفون واحد وبيقول لهم ان المجموعة مع كيكو جايبهم وجايين على هنا، وطبعا الدكتور كان مع العصابة دي وكان صعب جدا ومحدش عارف يتفاهم معاه. وبيوصل كيكو مع الصحابة على مكان جميل وبيقول لهم هنستريح هنا، وبيعرفهم ان في كهوف جميلة تحت المية وانه هيفرجهم عليها، وابتدوا ينطوا في المية من فوق، وفي 2 منهم قالوا مش نازلين، والباقي نطوا مع كيكو عشان يشوفوا الكهوف اللي تحت المية، وكان المكان غريب وابتدوا يخافوا، بس كانوا مكملين وماشيين ورا كيكو، وقالوا له انهم عايزين يخرجوا ومش عايزين يكملوا في المكان ده، وبيوصلوا فعلا، وكيكو بيقول لهم ان ده مكان سري ومش اي حد يعرف يوصل هنا، وبعد شويه قال لهم انهم لازم يمشوا من هنا حالا ويرجعوا القريه، وكانوا مستغربين ازاي بعد ما مشوا كل ده في الغابه يرجعوا، ولما سالوه في ايه قال لهم انه احسن لهم يرجعوا على القريه، وقالوا له لا وانهم قربوا من البيت بتاع عمه وانهم عايزين يستخبوا هناك، وبيرجعوا فعلا على بره عشان يروحوا على البيت، وبينط كيكو من فوق بس بيتخبط في صخره كبيره ودماغه بتتفتح، وبياخدوه بيقولوا هنكمل ونلاقي البيت، وكانت حاله كيكو صعبه، وبعد 5 دقايق بيوصلوا على البيت في الغابه فعلا، وما كانش في حد موجود، وبيدخلوا كلهم وكان لازم الجرح يوقف النزيف، وابتدوا يدخلوا الاوض ويستكشفوا المكان، وكل واحد دخل في حته وبيلاقوا ادويه ومخدر وبيقفلوا الجرح فعلا، وكانوا مستغربين من كميه المخدر اللي موجود، وبيدخلوه الاوضه يستريح وبيكون في اكل وكل حاجه موجوده في البيت، وبيفتح أليكس درج وبيلاقي جوازات سفر بتاعت ناس كتير، وبيستغرب وكان قلقان بس ما كانش فاهم حاجه، وبيخرج بره وكان فيها اقفاص كبيره موجوده في المكان، ولما دخل الليل كانوا بيقولوا ان البيت ده مريب، وكانوا بيسالوا عم كيكو مش موجود ليه، وبعد شويه دخلوا عشان يناموا، وأليكس كان قاعد على كاميرات المراقبه وبيسمعوا صوت طياره هليكوبتر قريبه منهم، وبيقوموا كلهم من النوم،
وبالفعل الطياره كانت نازله جنبهم، وبيطلع لهم كيكو وده كان الدكتور والفريق بتاعه، وكان معاه باقي العصابه وكان جايب معدات، وكيكو كان واقف معاهم وزي ما يكون بيتحايل عليهم. وبتقف الممرضه اللي كانت في الكوخ وبتقول لهم اهربوا من هنا حالا، وفهمتهم ان في خطه معموله عليهم. وبيقول اليكس لكيكو انت جبتنا فين؟ قول لهم ان احنا اصحابك. وطرد الدكتور كيكو وطلع على بره ومشي، وابتدوا يضربوا الصحاب واخدوا 2 منهم، وبيديها الدكتور المخدر، وطبعا دي تجاره اعضاء، وبيحبسوا الباقي في الاقفاص الكبيره وبيربطوهم. وابتدى الدكتور في عمليه ايمي وجاك مربوط جنبها، وهو اللي كان عليه الدور بعدها. والممرضه كانت زعلانه وشغاله معاهم بالعافيه، وكان باقي الحراس واقفين بره يحرسوا المكان. وكان اليكس معاه سكينه صغيره وبيحاول يفك نفسه ويفك اصحابه، وفكوا نفسهم فعلا جوه القفص. وكان الدكتور بيتكلم وهو شغال وبيقول هناخد منكم كل حاجه، في ناس احق منكم ومرميين في المستشفيات. وكان جاك مرعوب وهيموت من الخوف. وبعد ما خلص الدكتور طلع ياخد استراحه، ولما راحوا الحراس يجيبوا الباقي اشتبكوا معاهم، واليكس خلص على واحد فيهم وفتحوا ابواب الاقفاص وخرجوا، وقال للبنات اهربوا انتوا واحنا هنخلص ايمي وجاك. وما كانوش يعرفوا اللي حصل لايمي، وكان خلاص الدكتور هيشتغل على جاك وخدره. وبيرجع لهم كيكو عشان يساعدهم وكان ندمان، وبيروحوا عند الشباك واليكس بيدخل عند جاك، وكان الدكتور طلع بره وعارف ان الباقي هربوا. والناحيه التانيه كانوا البنات بيجروا وفي واحد من الحراس بيجري وراهم، وبيشيل اليكس جاك عند الشباك وبيدخل الدكتور جري على جوه، وابتدوا يضربوا نار على بعض. وكان اليكس اخد سلاح الحارس اللي مات، وكان جاك متخدر وشايلينه وبيجروا بيه، وبيضربوا على جاك بالنار وبيقع وبيموت. والدكتور طلع وبيزعق مع الحراس وبيقول لهم عايزهم صاحيين. وبيطلع النهار وكانت برو وصلت عند النهر ومعاها صاحبتها تومي، وبيوصل عندها اليكس وبيقول لها ان ايمي وجاك ماتوا. وكيكو كان مكمل معاهم وكان لازم ينزلوا الكهوف تاني عشان يرجعوا على القريه، وبينزلوا فعلا وبيغطسوا، وبكده مش فاضل منهم غير اليكس والبنتين. وبيقول اليكس لكيكو انت السبب، وبيظهر الدكتور وبيضرب على كيكو نار وبيخلص عليه، وبيغطسوا بسرعه واليكس كان مصاب، وطبعا مش عارفين طريق الخروج من غير كيكو، وبيغطسوا وبيخرجوا ياخدوا نفس وبيدوروا على مخرج. وكان في واحد من العصابه وراهم في الميه، وكانوا ابتدوا يفقدوا الامل انهم يخرجوا بس كانوا مكملين. وبيظهر الحارس فجاه عند برو وعايز يمسكها، فبتعض وبتخلص عليه بالسهم بتاعه، وبتتخلص منه وبينزل على القاع. وبعد محاولات بيلاقوا صخور ومكان يقفوا فيه، وكان الدكتور نزل يدور عليهم، وكان معاه الحارس صاحب الممرضه، وبيهجم عليه اليكس وبيوقعه وبينزل عليه ضرب بصخره كبيره. وبيظهر الحارس وبيقول له الدكتور خلص عليهم، وبيقولوا للحارس انهم ما عملوش حاجه وان محدش فيهم اذاه، وبيقول له الدكتور ان هو جبان، وبيضربوا الحارس وبيخلص عليه، وبيبص لهم وبيسيبهم ويمشي. وبيخرجوا فعلا هم التلاتة وكانوا في طريقهم على مكان الاتوبيس، وبيظهر راجل ومعاه اطفال وطلبوا منه المساعده، واخدهم فعلا على بيته وضيفهم. وبعد كده اخدهم ووداهم على مكان الطياره لانهم مش هيركبوا اتوبيس تاني طول حياتهم، وركبوا فعلا وكانوا زعلانين على اصحابهم. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.